اسمعي يا بت، احنا لازم نطلق أميرة من جوزها وانتي تتجوزي بعدها. وانتي لو ما حطيتيش ايدك في ايدي ما تعرفيش انا هعمل فيكي ايه. هتجوزه ازاي وانا متجوزة؟ بقولك ايه، انتوا الاتنين بقى بتفكروا تاخدوا حقكم من بعض. خرجونا انا بقى بره الموضوع ده. وقبل ما نبدأ الحكاية أعرفكم بنفسي. أنا ملك، عندي 20 سنة. فاكرة يوم ما رجعت من شغلي وكان معايا شنطة الأكل، دخلت لقيت ماما قاعدة على الكرسي وقلت لها: أما أنا جبتلك بقى يا ماما أكل، هتاكلي صوابعك ورايا ست الكل. النهاردة أول قبض مرتب ليا. ولقيت ماما قامت وقفت وقالت: حبيبة أمك، اسمعي يا قلبي، انتي خلاص من هنا ورايحة ترتاحي، مفيش شغل تاني بقى. أنا ساعتها بصيت لها وقلت: إزاي يعني يا ماما؟ ده أنا ما صدقت إن أنا ألاقي شغلي. لقيت ماما جابت لي فستان وقالت لي: هتفهمي كل حاجة بالليل، ادخلي بس تلبسي الفستان الحلو ده وهتفهمي كل حاجة بالليل يا قلب أمك. أنا ساعتها فرحت قوي بشكل الفستان، دخلت ولبسته. فضلت واقفة قدام المراية، بعدها جرس الباب رن، فتحت ماما وكان واحد ومعه واحدة. ساعتها ماما قالت: أهلا أهلا يا صلاح بيه، ازيك يا أميرة هانم، ادخلوا تعالوا. وفعلا دخلوا، وبعدها أنا قلعت الفستان وخرجت. مساء الخير. أهلا. لقيت ماما بصت لي وقامت: هو ده اللي اتفقنا عليه؟ فين الفستان؟ وبعدها بصت لهم وضحكت وقالت: أهي بنتي يا أميرة، إيه رأيك فيها؟ في الوقت ده لقيت صلاح قام وقف جنبي وقال: الفرح بعد بكرة، وانتي عروسة، بكرة تنزلي تجيبي الفستان اللي انتي عايزاه، انتي حلوة قوي. أنا ساعتها كنت مستغربة وقلت: ايه ده؟ هو في ايه؟ ما تقوليلي يا ماما في ايه؟ ساعتها لقيت ماما قربت مني وقالت لي: صلاح بيه عايز يتجوزك وانا وافقت، بس احنا مش هنلحق نجيب اي حاجة كده. هو ساعتها بص لها وقال: هو انا يعني محتاج انك تجيبي حاجة؟ انا مجهز كل حاجة. بصراحة ساعتها انا كنت فرحانة قوي، لان حسيت ان هو غني ومعاه فلوس كتير. تاني يوم نزلت جبت فستان وكل حاجة كانت تمام. اخته كانت معايا. بعدها بيوم رحت شقته ودخلت. اول لما دخلت شفت امل، وبعدها قالت: ايه ده؟ عملتها برضو يا صلاح؟ اتجوزت عليا؟ ده انت يومك مش معدي الليلة دي. في الوقت ده أميرة أخته قالت: حقه يا حبيبتي إن يتجوز واحدة تجيب لنا حتة عيل يشيل اسمه. وبعدها أنا كنت مصدومة وقلت: إيه ده؟ هو أنت متجوز؟ طب ليه ما قلتلناش إن أنت كنت متجوز؟ في الوقت ده لقيت مراته أمل بصت لي وقالت: ادخلي جوه بقى، ومش عايزة أسمع صوتك. أنا فعلا دخلت وكان في صوت زهيق بره، بس أنا ما كنت سامعة أي حاجة خالص. بعدها باب الأوضة اتفتح، كنت فاكرة صلاح، بس كانت أمل اللي أول ما شفتها قمت وقفت وهي قالت: اسمعي يا بت، انتي جاية هنا أرنبة تولد وتغور، وأنا مش بحب الإزعاج. صوتك ده مش عايزة أسمعه خالص في الشقة، انتي فاهمة ولا لأ؟ أنا كنت واقفة مرعوبة وقلت: حاضر ماشي. طيب بالله عليكي ما تخليه يطلعني وأنا أمشي من هنا، والله أنا عايزة أرجع تاني حياتي وسط أهلي. وفي الوقت ده لقيتها بصت لي بغضب وقالت: ولما انتي يا حلوة مش عايزة تتجوزي وافقتي عليه ليه من البداية؟ ما تخافيش يا حبيبتي، هما 9 شهور هتجيبي فيهم العيل وبعدين هتمشي على طول. أنا ساعتها قعدت أعيط وقلت بعياط: حاضر ماشي، بس هي فين طنط أميرة أخت جوزي؟ أنا عايزة أقول لها على حاجة. لقيتها قربت مني وقالت: هو أنت تعرفي أميرة منين يا بنت انتي؟ ردي عليا. أنا ساعتها رديت بخوف: ما هي اللي جت وقالت لي ماما عليا، وقالت يعني إنها عايزة عروسة لأخوها. وفي الوقت ده قعدت على السرير وقالت: معقول انت السبب في الجوازة دي يا أميرة؟ طب والله لا خلي جوزك يسيبك زي ما خليتي جوزي يتجوز عليا. ماشي. ساعتها أنا قلت لها: والله أنا حضرتك ما كنتش أعرف إن هو متجوز. لقيتها جت جنبي وقالت: شكلك طيبة وبتسمعي الكلام، وأنا بحب اللي يسمع كلامي، خليني أحبك أحسن بدل ما أقلب عليكي. ساعتها قلت لها: حاضر، والله هعملك كل اللي حضرتك عايزاه. وبعدها كانت خارجة، بصت وراها وقالت لي: غيري هدومك نامي انتي علشان صلاح هينام معايا أنا النهاردة. وبعدها خرجت، وأنا قلت: حرام عليكي والله يا ماما اللي عملتيه فيا ده. وفضلت قاعدة زعلانة
وفي الوقت ده كانت أمل في أوضتها، والغريبة إن صلاح كان خايف منها جدا. أنا آسف والله إن أنا عملت كده، بس أميرة هي اللي قالت لي والله إن لازم أتجوز وأكون أب. وبعدها أمل قعدت على السرير وقالت وإنت بقى رحت وسمعت كلام أختك صح؟ مش عارف إيه اللي ممكن يحصل لك مني. عقابك إنك هتروح تنام في المطبخ النهاردة وعلى الأرض ومن غير غطا يا صلاح. والصدمة لما قال لها طب اضربيني، اعملي كل اللي انت عايزاه، بس بلاش كده، مش عايز ملك تشوفني كده. في الوقت ده أمل قامت وقفت وقالت ملك؟ كل اللي انت خايف عليه شكلك قدام ملك؟ بقولك ايه، عقابك النهارده هتلبس لبس من عندي وهتدخل بيه عند الست بتاعتك. وفي الوقت ده هو انهار وقال لها لا لا لا، أرجوكي، المفروض ما تعرفش عني حاجة. وبعدين يعني أنا عملت كده علشان عشان أجيب واحدة تساعدك في شغل البيت. بس هي في الوقت ده قعدت على السرير وقالت له بمنتهى الجبروت طب يلا وروح هاتلي المية السخنة وتعالى عشان تغسلي رجلي بسرعة. مالك واقف كده ليه؟ وفعلا هو راح جاري على المطبخ وأنا فضلت في أوضتي مستنياه. وتاني يوم كان صلاح قاعد على الكنبة وصحيت أمل وخرجت من أوضتها. إيه مالك قاعد كده ليه؟ قوم يلا روح على شغلك. هو قام وقف وبص لها وقال لها بس أنا المفروض يعني إن أنا عريس ولا إيه؟ يعني خليني النهاردة في البيت. بعدها أمل بصت له قالت له أنا قلت كلمة ومش عايزة أي كلام بعد كلمتي. وفعلا راح الشغل وأنا كنت خايفة أخرج من أوضتي، لقيتها هي اللي داخلة عليا ولقيتني لسه في فستان الفرح. إيه ده؟ هو أنت لسه ما غيرتيش الفستان ولا إيه؟ مالك عاملة كده ليه؟ أنا ساعتها بصيت لها وقلت لها أبدا مفيش، حاضر هغير. هي بصت لي بغيظ وقالت لي يلا ورانا شغل كتير في البيت لازم تعمليه. وفعلا كنت بروق في الشقة وبعمل أي حاجة هي تقولي عليها. والغريبة إن صلاح كان بيكون قدامها زي العيل الصغير اللي خايف من مامته. وفي يوم دخل عندي الأوضة وقفل الباب. أنا قلت له إيه ده في إيه؟ هو أنت ناوي تبات هنا النهاردة ولا إيه؟ ساعتها بصلي بفرحة وقال لي أمل وافقت إن أنا أدخل عندك، تعرفي إن أنتي حلوة قوي. ربنا يخليك وأنت كمان، بس هو أنت ليه بتخاف منها قوي كده؟ الغريبة إن لقيته قرب مني وقال لي عايزاني أعمل إيه؟ أنا ممكن أغسل لك رجلك، أعمل لك أي حاجة أنت عايزاها. ساعتها أنا استغربت من كلامه وقلت أنت اللي تعمل كده؟ يا نهار أبيض، أنا هنا عشان أساعدك وأسعدك وأعمل لك كل اللي أنت عايزه. هو بغضب قال لي إيه ده؟ أنا مش عايز حد يعمل لي حاجة، أنا كده مش هكون مبسوط. لقيته عمال يزعق. أنا قلت له أرجوك وطي صوتك، أنا مش عايزة مشاكل، في إيه؟ هو أنا قلت حاجة تزعلك ولا إيه؟ في الوقت ده لقيت أمل فتحت الباب وقالت قلت لك عمرك ما هتلاقي السعادة مع حد غيري، أنا حبيتك، بس أنت كان لازم تجرب غيري لأن عارفة إن أنت عمرك ما هتكون سعيد معاها. يلا قدامي على الأوضة. والغريبة إن هو فعلا خرج بسرعة. أنا طول الليل كنت بسمع أصوات غريبة قوي، صوت ضرب، حد بيتوجع. بس الغريبة إن اللي كان بيتوجع ده صلاح. عدى شهر أمي ما كانتش بتيجي خالص، وفي يوم لقيتها جاية عندي. أمل فتحت لها وقالت لها نعم يا أختي، في إيه؟ أنتي مين وعايزة إيه؟ ماما بصت لها وقالت لها أنا أم ملك وعايزة أشوف بنتي. بعدها أنا خرجت من الأوضة. ماما كده برضو يا ماما؟ معقول كل الفترة دي ما تفكريش تيجي وتشوفيني؟ وبعدها دخلت أنا وماما وأمل قالت ماما، طب يا أختي هروح أعمل لكم حاجة تشربوها. وسابتنا ودخلت المطبخ. ماما ساعتها بصت لي وقالت لي هيا بنتي عاملة إيه؟ ومعقول دي مراته؟ أنا اتصدمت لما قالت كده وقلت لها يعني أنت كنت عارفة يا ماما إنه متجوز؟ ليه يا ماما تعملي فيا كده؟ حرام عليكي، ده أنا بنتك الوحيدة. الظروف يا بنتي، أنت كنت شايفة الفقر اللي إحنا كنا عايشين فيه، وأنت أكيد هنا عايشة أحسن. ساعتها بصيت لها بحزن وقلت لها أنا مش عارفة أقولك إيه، بس كل اللي أقدر أقوله حرام عليكي يا ماما، حرام عليكي اللي عملتيه فيا. وفي الوقت ده بصيت لي ماما وقالت لي عملت فيكي إيه؟ جوزتك راجل ملو هدومه، غني، يقدر يعمل لك كل اللي أنت عايزاه. مين قالك كده يا ماما؟ ده كان منظر وبس، منظر وبس قدامك. أنت بتعرفيش أنا بشوف هنا إيه؟ ده بيحب الضرب، بيعشق إن هو يتعامل زي الخدامين.
حرام عليكي يا ماما، ده كرهني يا ماما، كرهني عشان بحترمه. وفي الوقت ده قالت لي ماما عشان كده بقى أخته كانت عايزة تجوزه واحدة تانية غير مراته عشان الخلفة. اسمعي يا بت، اسمعي اللي هقولك عليه. شوفي مراته بتعمل ايه واعملي زيها بالظبط، اشتمي واضربي وهزقي فيه عشان يكتب لك حاجة باسمك. وفي الوقت ده دخلت أمل وقالت لا والله، انت يا بنت بتخرجي عصر بيتك لأمك، وانت يا ولية عايزاها تعمل ايه في جوزها. في الوقت ده قمت وقفت وقلت لها ابدا والله، انا بس كنت بفضفض مع ماما. امشي يا ولية، امشي من هنا، وياك اشوف وشك هنا تاني، فاهمة ولا لا؟ حاضر، انا ماشية. ربنا يصبرك يا ملك على اللي انت فيه يا بنتي. وبعدها ماما مشيت وقعدت أمل ولعت سيجارة، وانا قلت لها انا نفسي اعرف بس ايه بيحصل، انا مش قادرة افهم. هي شاورت لي ان انا اقعد. انا هفهمك يا حبيبتي، بس لازم تعملي اللي هقولك عليه. انت جوزك مريض، عارفة يعني ايه مريض؟ وطبعا ساعتها انا ما كنتش فاهمة معنى الكلمة دي ايه، الكلمة اللي هي قالتها يعني ايه مريض. بصيت لها وقلت لها انا مش فاهمة منك حاجة، يعني ايه مريض، تقصدي بيها ايه؟ ردت عليا بمنتهى البرود وقالت لي يعني بيحب يتضرب يا حبيبتي، بيعشق ان هو يحس انه متهان، وانا حبيت الموضوع ده معاه. من الاخر كده جوزنا مهزأ. بس بس الكلام ده حرام، ربنا هيحاسبكم على اللي انت بتعمليه ده، وانا مش ناوية اعمل حاجة حرام، وكمان عايزة اتطلق. ساعتها هي قامت وقفت وقالت وهو انت فاكرة ان بعد ما عرفتي سره هو هيطلقك؟ هو مش هيعمل كده غير في حالة واحدة وبس. ساعتها انا فرحت وقلت لها طيب ايه هي الحاجة دي وانا تحت امره، انا ممكن اعمل اي حاجة بس هو يطلقني. بصت لي وقالت لي بمزاجي انا، هيطلقك بس بمزاجي. اسمعي يا بت انتي، احنا لازم نتفق مع بعض، انتي لازم تتجوزي جوز اميرة وتخليه يطلقها. ساعتها بصيت لها وقلت لها اتجوزه؟ اتجوزه ازاي بس، انا متجوزة. اسمعي بقى، هي جوزتني جوزك علشان تنتقم منك، وانتي دلوقتي عايزة ان انا اخلي جوزها يتجوزني، انا مش هعمل كده. ساعتها هي راحت وقعدت على الكنبة وقالت خلاص براحتك خالص، خليكي هنا بقى في الشقة خدامة، ما هو اللي ما يبقاش معايا هيبقى ضدي، وربنا لو وريك اللي هيكون ضدي هيبقى عامل ازاي. امشي يا بت، امشي ادخلي على المطبخ خلصي الاكل. وفعلا ساعتها دخلت على المطبخ وانا كنت عمالة اعيط جدا، وسمعت جرس الباب. فتحت امل، كان صلاح. ساعتها هي قالت له ايه، من امتى وانت بتخبط، مش معاك مفتاح؟ ساعتها رد عليها بصوت واطي اصل انا رحت جبت اميرة وسامي جوزها زي ما قلت لي يا حبيبتي. وفي الوقت ده امل اتغيرت جدا. اهلا اهلا يا اميرة، تعالي يا حبيبتي اتفضلي. ازيك يا سامي، عامل ايه؟ واميرة قالت ازيك يا حبيبتي عاملة ايه؟ استغربت لما صلاح جه وقال ان انتي عزمانة على الاكل. امل كانت باصة في الارض وقالت مع انه ما قاليش عشان يعني كنت عملت حسابي في الغدا، بس ثانية واحدة ويكون الأكل جاهز. أنا ساعتها كنت واقفة جنب المطبخ ومصدومة من كل اللي بيحصل. بعدها جت أمل وقالت انتي عارفة لو أميرة عرفت أي حاجة من اللي بتحصل هنا أنا هعمل فيكي إيه يا بت انتي؟ وفي الوقت ده لقيت أميرة داخلة وبتقولي ازيك يا ملك، عاملة ايه؟ مالك ساكتة كده ليه؟ ساعتها قلت لها بخوف أنا الحمد لله كويسة يا حبيبتي بخير، بعد إذنكم. خرجت بسرعة ودخلت أوضتي. بعدها لقيت أميرة داخلة الأوضة وقالت لي مالك، في إيه؟ شكلك مش عاجبني يا ملك، قوليلي بس إيه اللي بيحصل هنا في البيت، أنا بحس إن أخويا مش كويس وفي حاجة. ساعتها أنا قلت لها بسرعة أخوكي كويس جدا وسيد الرجالة كمان، وأمل بتحبه قوي ومش بتحب إن أنا تزعله. ساعتها بصت لي أمال في إيه؟ بحس إن هو مش قادر يتكلم قدامها. طب ماشي، أنا عايزة بس لو في أي حاجة تعرفيني على طول. وفي الوقت ده دخلت أمل وقالت بقولك إيه يا أميرة، صلاح قال لي علشان اتجوزت عليكي أنا هطلعك عمر أنا وهو، ممكن تخلي ملك عندك الفترة دي؟ ساعتها قلت لها طيب ما أروح أنا عند أمي أحسن. بس أمل بصت لي جامد وقالت ما ينفعش، أنت عارفة أخوكي صعب إزاي. قلت له كم مرة إنها تروح لمامتها، هو أبدا اللي مش موافق. أميرة قالت ماشي يا أمل، اللي أنت عايزاه وعمرة مقبولة إن شاء الله، يلا بينا بقى علشان ناكل.